خديجة فروج من خنشلة، رئيس جمعية. جيت شاركت في المهرجان نتاع قصر الثقافة مفدي زكريا، ونشكر الوزيرة على هذا المبادرة اللي درتها لنا، وعيطت لنا في اليوم كما هذا باش نبينوا التراث تاعنا، والمراوش كانت تلبس بكري ونحافظوا على التراث نتاعنا. وحنا في خنشلة عندنا الملحفة تمشي، والجزائر يعني بصفة عامة اللباس تاعها فرد لباس، راكم تشوفوا ما عندناش فرق بين اللباس الجزائري القديم. دركا حنايا درناه عصري، وحكينا ان شاء الله نتمناو يزيد يرجع هذا التراث تاعنا نتفننوا فيه، ماذا بينا ينجح. ونشكر الاخت مدام معمريه اللي دارت لنا هذا محافظه المهرجان، والاخت نصيره هي اللي عيطت لنا في اليوم كما هذا باش نعرضوا تاع التراث تاعنا ونعرفوا المنطقه نتاعنا. خنشله عندي البنات يخدموا هذو، نتمناو ان شاء الله هذو البنات باش نوصلوا لهم باللي الملحفه عندها قيمه، ما تروحش هذا الملحفه هذه والتراث هذا. كل فتاه حتى البنات تاع درك، والحمد لله هم جاونا بنات وجاونا زيار وجاونا بنات وعجبت لهم من الخدمه، وتمناو قالوا لنا ان شاء الله تعودوا تطوروها لنا ونعودوا نلبسوها ونخرجوا بها. ونتمناو صح يكونوا في، لان الملحفه بكري المراه كانت تخرج بها مستوره، كانت عندها ميزه، كانت تستر بها روحها، كانت تخرج بها في وسط الناس، كانت الملحفه ما تخيطش، كانت تلحف بها، هذه سموها الحاف، كانت تلحف بها، عندها غير طرف برك تخرج بها. نتمناو ان شاء الله حتى البنات هذو ينجحوا منتوج بلادنا، وتمشي التراث نتاعنا وتنجح بلادنا.